فيه ملء السماوات والأرض، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وتاج رؤوسنا محمد بن عبد الله خير خلق الله وخير رسل الله رحمة الله للعالمين. وبعد أحبتي وأحبة رسول الله، لا ينقضي يوم إلا ونحن نودع فيه أخا لنا أو نستقبل خبرا لنا بأخ عزيز، فكسر الموت وكسر موت الفجأة أو موت المفاجأة الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا أنه من علامات قيام يوم القيامة. ذلك الموت الذي انتشر رتب لنا الشرع الحكيم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل مع ذلك الحدث، وكيف نكون منصفين لأنفسنا أحياء وأمواتا. فخص لنا الشرع وقسم فيما قسم من أبواب العلم ما عرف بفقه الجنائز، ذلك الفقه الذي غفل عنه كثير من أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك رغم أهميته. فما منا من أحد إلا وحضرته جنازة، إما لوالد أو ولد أو أخ أو أخت أو عم أو خال أو جار أو قريب، فلا يخلو منا أحد إلا وقد حضر جنازة. لذلك اهتم الإسلام بما يعرف بفقه الجنائز، وغفلت عنه أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم رغم أهمية هذا العلم. ففقه الجنائز يهتم بحال المسلم حيا وميتا لحبيبي وحبيب رسول الله، لأن هذا العلم يتناول الميت وما يتعلق به من قبل أن يموت، فيتناول أول ما يتناول الموت، والموت لا يكون إلا لحي، فيبحث في كيفية استعدادك للموت، وكيفية لقائك للموت، وكيفية اضطرابك على الموت، وكيفية احتضارك، وكيفية موتك، وما يقول الأمر إليه إذا ما تحولت أخي وحبيبي في الله من إنسان يدب على الأرض إلى أمانة تتلقفها الأيدي. لذلك كان هذا العلم بالأهمية بمكان. لذلك وجب علينا أن نتدارس هذا العلم فضلا عن أي علم آخر. فما هو فقه الجنائز أحبتي وأحبة رسول الله؟ وقبل أن أبدأ فيه أريد أن أسمع صلاتكم على الرحمة المهداة صلوات ربي وسلامه عليه، وأريد أن تعاهدوني لمن حضر تلك الخطبة أن يتابعوا معنا، لأننا سنتناول في الخطب القادمة إن شاء الله وفي الجمعة القادمة إن شاء الله إن أحيانا الله وقدر لنا البقاء فقه الجنائز بشيء من التفصيل وشيء من الإجمال. مش هنتكلم في الحاجة اللي فيها خلافات، هنتكلم فيما اتفق عليه أهل العلم، هنتكلم في أساسيات هذا العلم حتى يصل إلينا الخطوط العريضة في هذا العلم، ثم يتكفل كل منا في قراءة هذا العلم في فقه الجنائز أحبتي وأحبة رسول الله. ويبدأ فقه الجنائز في الميت. فمن هو الميت حبيبي وحبيب رسول الله؟ هو أنا وأنت. فنحن لسنا أحياء، بل نحن أموات ننتظر آجالنا حبيبي وحبيب رسول الله. نحن لسنا أحياء،
نحن أموات، نحن في فترة الاختبار، في فترة الدنيا التي قال عنها علي رضي الله عنه. ومن علي؟ علي الذي قال عنه رسول الله: أنا مدينة العلم وعلي بابها. عايز تدخل لمدينة علم رسول الله فلتدخل من باب مدينة العلم علي رضي الله عنه وارضاه. يقول علي: مثل تلك الدنيا اللي احنا فيها بنتصارع وبنتهافت على الثروات وعلى الأموال وعلى الأراضي وعلى العقارات. يقول سيدنا علي: مثل هذه الدنيا كدار. الدنيا دي عاملة زي دار لها بابان، دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر. تصور كده حبيبي وحبيب رسول الله، الدنيا اللي انت مهتم بيها دي وهتحيا فيها ما تحيا، ما قدر الله لك أن تحيا، مثلها عند سيدنا علي باب مدينة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست إلا كدار لها بابان، بتدخل من واحد وتخرج من الثاني. طب أنا عايز أسألك حبيبي وحبيب رسول الله، هو أنت لو مريت بهذه التجربة عمليا، دخلت من دار لها بابين، دخلت من واحد وخرجت من تاني، هيستغرق منك ده إيه؟ عايز تعرف قيمة الدنيا اللي بنتهافت عليها؟ اسمع الآيات القرآنية لما الكفار بيتكلموا عن الدنيا ما لبثوا إلا ساعة. ده الدنيا دي الكفار اللي كنا بنسمع ان هم بيعيشوا 100 سنة و200 سنة ومش عارف، لما تجوا بيتكلموا عن الدنيا وسئلوا كم لبثوا ما لبثنا إلا ساعة أو بعض ساعة. ده مش ساعة كمان، ده ممكن يكون جزء من ساعة. طب ليه بيقولوا كده حبيبي وحبيب رسول الله؟ ومنصفين؟ منصفين. عايز تشوف انصافهم في كده؟ تعال ننتقل إلى نبي الله نوح. نبي الله نوح يسير ذات يوم فيمر على المقابر فيجد امرأة تبكي فيقول لها: يا أمة الله ما يبكيك؟ انت قاعدة عند المقابر بتبكي ليه؟ فقالت: إليك عني نبي الله، سيبني، فإنك لا تعلم ما يحزنني، لقد خطف ولدي وهو ابن 300 عام. ده انا ابني اتخطف صغير يا عيني، ما عاش غير 300 سنة. فيقول لها نبي الله نوح ضاربا لها المثل بأمة الحبيب محمد، يقول لها: يا أمة الله ألا تعلمين أنه سيكون من بعدنا قوم أعمارهم تتراوح ما بين 60 و70 لا يخالف في ذلك إلا قليل. ما حدش بيزيد عن كده إلا قليل أو يقل عن كده إلا قليل. فانظر المرأة التي تربت في مدرسة النبوة وتخاطب نبي، لما عرفت اللي انت عرفته النهارده ان انت عمرك بيدور ما بين 60 ومش هتزيد عن كده كتير ولا هتقل عن كده كتير، قالت: يا نبي الله والله لو أدركتهم لقضيتها في سجدة. ده أنا هسجد لربنا في 60 سنة دي سجدة تاخد 60 سنة حبيبي وحبيب رسول الله. هي دي الدنيا. عايز تعرف قد ايه الدنيا دي ضئيلة؟ بص حبيبي وحبيب رسول الله، سيدنا نوح دعا قومه 1000 سنة إلا 50، يعني 950 سنة، وعاش قبل الرسالة ما يربو على 40 سنة، يبقى ده كده 990 حبيبي وحبيب رسول الله، وعاش بعدها قليل. فاحنا بنتكلم على عمر سيدنا نوح اللي تجاوز 1000 سنة. طب سيدنا نوح قعد 1000 سنة حبيبي وحبيب رسول الله. طب سيدنا نوح بقاله قد ايه في حياة البرزخ في القبر دلوقتي حبيبي وحبيب رسول الله؟ 1000 سنة عاشها. مقبور الآن بقاله قد ايه؟ بقاله كام 1000 سنة حبيبي وحبيب رسول الله؟ لما تقيس بقى اللي عاشه سيدنا نوح بالعمر الذي تلاه تعرف قد ايه ان الدنيا بتاعتك اللي انت يوم ما هتعيش فيها 60 80 100 سنة
صغيرة قوي، صغيرة قوي. وهتعرف قد ايه ان ربنا سبحانه وتعالى عطاياه كتيرة وعدله كتير. عادل بينك وبين سيدنا نوح. ربنا عادل بيننا وبين سيدنا نوح. انت سيادتك هتعيش 60 70 50 ما شاء الله لك من السنين. سيدنا نوح عاش 1000 سنة، منهم 950 سنة يدعو قومه حبيبي وحبيب رسول الله. انت 60 سنة اللي هتعيشهم هتدعو قومك قد ايه؟ هتدعو لله قد ايه؟ هتبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ايه؟ فلضعف هذه الأمة ربنا يمد لك العون. يقول لك ان في ليلة في شهر رمضان ليلة القدر تعدل 1000 سنة، فتحراها بقى حبيبي وحبيب رسول الله. يقول لك ان في ليلة النصف من شعبان بينزل يغفر للجميع الا الاثنين، مشرك او مشاحن، فابعد عن الاثنين دول وخليك على هدي رسول الله. يقول لك ان صلاتك الفجر في جماعة ومكوثك تذكر الله حتى تشرق الشمس هجرة مع رسول الله. يقول لك ان مكانك من ربنا يوم القيامة بقرب مكانك من الامام يوم الجمعة. فتعرف قد ايه عطايا ربنا كتير ليك. تعرف قد ايه ربنا بيساويك باللي قبل كده. ده مش بيساويك، ده بيفضلك حبيبي وحبيب رسول الله. بس احنا اللي مقصرين حبيبي وحبيب رسول الله. احنا اللي سمعنا عن قول الله وقول رسول الله وتغافلنا عن ذلك احبتي واحبة رسول الله. طب ليه حبيبي وحبيب رسول الله؟ ليه مقصرين في جانب الله وجنب رسول الله؟ ليه مقصر في حق نفسك وقد حذرك الله؟ يقول رب العزة يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ربنا سبحانه وتعالى هينادي يوم القيامة لجهنم هل امتلأت؟ فتقول هل من مزيد؟ طب الجنة حبيبي وحبيب رسول الله ربنا هينادي لها؟ لا. لأن اللي هيخش الجنة مش داخل إجازة، ده داخل مكرمة من الله سبحانه وتعالى، ده داخل تكريما من الله سبحانه وتعالى لما قدم من الله لله سبحانه وتعالى. فأنت قدمت إيه حبيبي وحبيب رسول الله؟ واوعى ياخدك الأمل، لأن للأسف كثير من إخواننا غرهم الأمل، ومن كتر ما سمعوا عن القيامة واستبعدوها وسمعوا عن موت الأنبياء والصحابة والسابقين من الأنبياء ورأوا أنه قد مر هذا الزمان الطويل ولم تقم القيامة، دخل في ذهنهم الشك والعياذ بالله في قيام القيامة. والشك في قيام القيامة هو كفر، لأنك بتشك فيما ورد بالدليل القاطع عن رب العزة سبحانه وتعالى. قبل كده من سنوات كنا نذكر بعضنا بالموت لما تيجي في درس عظة أو تلاقي واحد تجبر تقول له يا عم أنت مش عارف أنت هتقول لي إيه؟ أنت مش مدرك إنك هتموت؟ مش مدرك إنك هتسأل أمام الله؟ تعالى النهارده حبيبي وحبيب رسول الله قولها لحد. جنازتنا اليوم أصبحت لا تعبر عن العظة التي أمرنا بها رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان لما بيفرغ من دفن أحد أصحابه يقول لمثل هذا فأعده. أعدي لإيه؟ للدفن؟ لا يا حبيبي، ليس للدفن وليس للموت، ولكن لما بعد الموت. لما بعد الموت. وقف النهارده واسأل نفسك أنت قدمت إيه لله؟ قدمت إيه لو مت اللحظة ديت تحاكي به الله سبحانه وتعالى من العمل الصالح؟ قدمت إيه يدافع عنك أمام الله سبحانه وتعالى؟ بلاش قدمت إيه لنفسك. هل وفيت الله سبحانه وتعالى حقه في الشكر والحمد؟ النهارده لما بنحضر وفاة، تلاقي واحد تجبر تقول له يا عم انت مش عارف انت هتقول لي ايه؟ انت مش مدرك انك هتموت؟ مش مدرك انك هتسأل امام الله؟
كلنا بنؤازر من أهلية المتوفي، وبيغيب عننا إننا نحمد ربنا. طب نحمد ربنا إيه؟ إن فلان مات؟ تحمد ربنا أن فلان مات، وأن الله منحك أجلا للاستغفار والتوبة. اللي ربنا قدره على خيرك ما قدروش عليك، ده منحك فرصة تانية، ده اداك عظة تانية، ده اداك وقت تاني. احنا بنقول الكلام ده ليه؟ لأن الكلام ده ورد على لسان سيدنا يعقوب. سيدنا يعقوب ذات مرة دخل عليه ملك الموت فقال: يا ملك الموت، أجئت قابضا؟ قال: لا يا نبي الله. يعني مش جاي قابض المرة دي. قال: يا ملك الموت، ألا أوصيك؟ قال: أوصني يا نبي الله. قال: إن أردت أن تقبضني فابعث لي ما يحذرني، ابعث لي إنذار قبلها. فلما حان وقت موت سيدنا يعقوب أتاه ملك الموت، فتعجب سيدنا يعقوب، قال: يا ملك الموت، أأتيت قابضا؟ قال: نعم يا نبي الله. قال: ألم أعاهدك؟ أنا مش اتفقت معاك إنك تبعت لي نذير قبل ما تيجي؟ قال: يا نبي الله، أرسلت لك النذير تلو النذير. قال: أين هم؟ ما جاءني من أحد، ما حدش جه حذرني من الموت قرب. فقال: يا نبي الله، ألم يشب شعرك؟ أنت شعرك ما شبش. ألم ينحني ظهرك؟ طب ليه؟ لأن ربنا قال لنا إن ربنا بينمينا صغار، فإذا كبرنا عدنا إلى ما كنا عليه. تتولد صغير محني بتحبو، فلما تكبر تنحني وتعود إلى ما كنت عليه. ألم يشيب شعرك؟ قال: بلى. ألم ينحني ظهرك؟ قال: بلى. قال: يا نبي الله، خد بالك بقى حبيبي وحبيب رسول الله، لأن الغلط دي اللي بيحذروا منها ملك الموت اللي كلنا بنقع فيها في كل دفنة وفي كل جنازة. يا نبي الله، أين ولدك فلان؟ قال: لقد مات. أين جارك فلان؟ قال: لقد مات. أين أبيك؟ قال: لقد مات. أين فلان وأين فلان وأين فلان؟ قال: لقد مات. قال: يا نبي الله، أما يكفيك من ذلك نذيرا؟ كل يوم بنودي واحد ميت وبنوديه وندفنه، ونيجي نقعد في العزاء نتكلم في ترك إيه وساب إيه وكيف سيكون حال أبنائه بعده. هو ده اللي الإسلام أمرنا به في العزاء حبيبي وحبيب رسول الله؟ لا، ده الموت عظة. انت رايح ماشي ورا اخوك عشان تعرف اللي كان ماشي النهارده محمول على الاعناق، يوضع في قبره وتنصرف، تتركه وتنصرف، ولا ينصرف عن ذهنك انك يوما ما من الايام ستؤول الى ما آل اليه. تبقى على يقين وانت تغلق عليه القبر انه سيسأل، وانك يوم او اخر وستكون مكانه وستسأل. فإذا كنت الآن تستطيع أن تجد الإجابة فأعد الإجابة حبيبي وحبيب رسول الله لمثل هذا الموقف. أحبتي وأحبة رسول الله، لا يحق لنا أن ندعو بالاقتداء برسول الله وقد علمنا أنه ما من يوم جمعة إلا وفي ساعة إجابة. ادعوا الله أنتم كلنا بالإجابة. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على النبي المصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله، شهادة تنجينا وإياكم من عذاب العزيز الغفار. وبعد أحبتي وأحبة رسول الله، طب الموت اللي بنتكلم عليه ربنا سبحانه لما اتكلم عنه قال إيه؟ قال لك: إذ جاءكم مصيبة الموت. ولو قريت القرآن كله
هتلاقي كلمة مصيبة لم تأتي إلا في هذا الموضع. يبقى اللي وصف الموت بالمصيبة هو الله سبحانه وتعالى. طب ليه مصيبة حبيبي وحبيب رسول الله؟ لأن عندها يقف عملك ويبدأ حسابك. خلاص انت بقالك 30 سنة 40 سنة 50 سنة بتسمع استغفروا ربكم إنه كان غفارا، بتسمع توبوا إلى الله، بتسمع صلوا صلاة مودع. انت كنت فين حبيبي وحبيب رسول الله من القصة دي بقى؟ خلاص بعد النهاردة مفيش عمل ليك. الأصل بتاعك العمل اللي انت بتعمله ده خلاص وقف، وهيبدأ بعد كده لا حسابك. أفكركم بحاجة زي كده اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم حين قال إذا كانت آخر ليلة من رمضان غفر الله للمسلمين بمقدار ما غفر طوال العام. فقال صحابة رسول الله أهي ليلة القدر يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا، لا مش ليلة القدر. ألا ترون أن العامل إذا وفى عمله أوتى أجرته؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فذاك، أنت خلاص اشتغلت طول رمضان فلازم بقى تقف عند مرحلة الحساب. كذلك الدنيا، أنت حبيبي وحبيب رسول الله ربنا أوجدك في هذه الدنيا ودعمك برسول الله وشرفك بالانتماء إلى أسرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسل إليك الرحمة المهداة خير البشر وخير رسل الله حتى يأخذ بيدك إلى الخير وإلى طريق الله المستقيم، ومعه ترك لك نفسك الأمارة بالسوء، ترك لك الشيطان وأبنائه، ترك لك ما توسوس به نفسك، وترك لك حبيبي وحبيب رسول الله أن ترجح بين هذا وذاك. تريد نعيما يستمر لك في دار الخلد والخلود أم تريد نعيم يزول لك بموتك حبيبي وحبيب رسول الله؟ فاللي بتعمله هتتحاسب عليه. امتى؟ لما موت. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم الناس اللي بتستبعد القيامة، وسط القيامة ده بنسمع عنها كتير قوي، والأنبياء سيدنا آدم ميت من إمتى، وسيدنا نوح وسيدنا يونس، والأنبياء دي كلها ماتت من إمتى، وعمالين نسمع عن القيامة ولسه، ومع ذلك ربنا بيقول اقترب للناس حسابهم. اقترب حبيبي وحبيب رسول الله، وربنا أصدق منكم من 100 زيك. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم قام قيامته. القيامة بتاعتك بتقوم على مرحلتين. أول ما بتموت بتقوم قيامة صغرى، سيادتك لوحدك وبيسألك الملكين. لكن يوم القيامة سيادتك بتسأل أمام الحشر، أمام الناس كلها. ربنا رحيم بيك سواء كنت عاصي بيه أو طائع له، فحتى ما بيفاجئكش إنه بيسألك على الملأ، لا ده بيبدأ لك الأول بقيامة صغيرة تقوم بينك وبينه، يسألك ناكر ونكير في القبر، يفتح لك مكانك في الجنة ومكانك في النار، ويورثك في حياة البرزخ أيهما تستحق، وهما نموذج مصغر لما سيكون لك حبيبي وحبيب رسول الله يوم القيامة. لذلك ورد في الحديث أنه إذا عرض لك مكانك في الجنة وأنت من عباد الله الصالحين يصرخ العبد يقول أي ربي أقم الساعة. ده على قد المتعة اللي أنا شايفها والجمال اللي أنا شايفه والعز اللي أنا شايفه، ده نموذج مصغر يا رب، لا ده أنا عايز كمان يوم القيامة أقم بقى الساعة يا رب. وعلى النقيض الكافر لما يشوف موضعه من النار في الحديث النبوي يقول أي ربي لا تقم الساعة، ما تفضحنيش يا رب من خلقك، ما تورينيش بقى العذاب الأكبر دون العذاب الأصغر، لا أقول أنا بتعذب بس
أهون. فأحبتي وأحبة رسول الله، طب ذلك عن مصيبة الموت. فمتى الموت؟ عايز تعرف إمتى الموت؟ الموت في كل لحظة وفي كل ثانية. وأخفي عنك إخفاء ليلة القدر، إخفاء العلامات العظمى. ليه؟ عشان تجتهد لله طوال عمرك، تبقى متوقع ان انت في اي لحظة هيتوفاك الله سبحانه وتعالى وتمثل للحساب. عشان كده كل شوية ربنا بيفكرنا، لا انا لسه صغير، انا لسه شاب، وتسمع ان فلان ولد ميتا، ده لسه ما خدش يوم، ما خدش ساعة في الدنيا، ده اتولد ميت. فلان ابن 6 سنوات حدث له حادث ومات، ده تعب شوية ومات، ده 6 سنين يا جدعان، امال انا اعمل ايه؟ فلان توفاه الله وهو ابن 20 سنة. فلان اللي كان بيلعب رياضة وبيعمل وبيسوي توفاه الله. طب ربنا بيبعت لي الانذار ده ليه؟ عشان اعرف ان لا، ده في اخرة وفي حساب وفي موت وفي انتقال من حياة لحياة، من حياة زائلة لا قيمة لها. ربنا قال لا تزن عند الله جناح بعوضة، ولو تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر شربة ماء. فدنيا ايه اللي احنا بنتهافت عليها احبتي واحبة رسول الله؟ احنا في الدنيا دي بنزرع عشان الاخرة. انت اتيت بإرادة الله ومآلك الى الحساب بين يدي الله، فاعمل ما بين إرادة الله وما بين الوصول بين يدي الله ما يشفع لك عند الله سبحانه وتعالى حبيبي وحبيب رسول الله. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم عشان يخلينا في وضع استعداد دائم قال لك الموت أقرب لأحدكم من شراك نعله. انت شايف حذائك اللي ملتصق بقدمك ده؟ الموت أقرب لك منه حبيبي وحبيب رسول الله. عايز الدليل على كده؟ كم أخ تعرفه توفى بلا سبب؟ بسم الله ما شاء الله، جاي من مناسبة سعيدة، محتفل، دخل نام، بيصحوا له أو توفى. قعد معاك وهو قاعد معاك توفاه الله. مرت علينا كلنا ولا لا؟ كلنا بلا استثناء، يا إما سمعنا عن هذا أو رأيناه رؤيا العين حبيبي وحبيب رسول الله. فاوعى يسبقك الأمل، اوعى ياخدك الأمل حبيبي وحبيب رسول الله إن أنت لسه قدامك كتير. حتى لو لسه قدام كتير أنا في طاعة ربنا، ولو هموت دلوقتي هموت على طاعة ربنا. حبيبي وحبيب رسول الله اللي بتفادى ربنا بالمعاصي، انت من يدريك الا تموت وانت ترتكب المعصيه. عايز حاجه تقلقك من كده؟ اسمع حديث رسول الله: من مات على شيء بعث عليه. والبعث ده يوم القيامه. يعني حبيبي وحبيب رسول الله تبقى قافل على نفسك غرفتك وبتمارس رذيله او بتمارس اسم او بتغتاب او بتفعل ما تفعله حبيبي وحبيب رسول الله، ويقبضك الله ثم يرفع عنك الستر اللي كان ستره لك في الدنيا يوم القيامة. هتبعث على نفس ما يكون على ما مت عليه حبيبي وحبيب رسول الله. طب الدليل على كده ايه؟ هنعرفه في فقه الجناز لما نيجي نتكلم. الذين لا يغطى وجوههم وأجسامهم عند الوفاة المحرم لا حج أو عمرة. ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل يغطى إلا المحرم لحج أو عمرة فإنه يبعث ملبيا. لا، ده اللي بيموت في حج أو عمرة ما ينفعش إن سيادتك تغطي وشه. ليه؟ لأن ربنا هيبعثه كده، ويبعثه يلبي حبيبي وحبيب رسول الله. فخلي الله رقيبك. الإحسان حين سئل عنه رسول الله من جبريل أمين الوحي: وما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. عيش في الدنيا دي وانت عارف ان انت في أي لحظة هتتوفى،
طب لما هتوفى يكون المآل ايه؟ بين يدي الله سبحانه وتعالى. تسأل حيث مش هتقدر تخبي حاجة، مش هتقدر تكذب على الله سبحانه وتعالى، مش هتقدر تجيب شهود زور حبيبي وحبيب رسول الله. طيب اللي بيموت على حاجة بيبعث عليها، يبقى أنا أعيش في حياتي ديت وأنا مش عارف هموت إمتى ومتوقع الموت في كل ثانية، يبقى خلاص أنا حاطط البرنامج اللي حاطه لي رسول الله. أحيا على طاعة وأموت على طاعة. طب أنا ما بعملش حاجة، لا أذكر ربنا. أنا رايح الشغل، أنا قاعد مستني صديق، أنا قاعد في مشوار، أنا راكب مواصلة، اذكر ربنا وأنت ماشي. طب ما أصل أنا ما بعملش حاجة، أنا قاعد، أنا ما أذيتش حد. طب حبيبي لو فضلوك يدوك اختيارين، تبعث ذاكرا لله ولا تبعث ساكت؟ تفضل إيه حبيبي وحبيب رسول الله؟ ذكرك لله مشغل عداد حسناتك، فلو توفاك الله أنت بتبعث ذاكرا، تبعث وآخر ما كنت عليه هو ذكر لله سبحانه وتعالى. طب لو ما توفاكش الله، مد الله في عمرك لتزداد ذكرا حبيبي وحبيب رسول الله. اعرف حبيبي وحبيب رسول الله ان ربنا حط لنا منهج الحياة دي، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اللي احنا بنعمله ده حاجة أو سبب من الأسباب اللي تعينك على طاعة ربنا سبحانه وتعالى. جريك على رزقك، عملك، انشغالك بالعمل هو وسيلة عشان تعبد ربنا. لا ده أنا بوفر فلوس في بيتي عشان لما الأذان يأذن ألاقي وقت أجي أصلي. ده أنا بوفر فلوس في بيتي عشان أقدر أروح أطيع ربنا وحج بيت الله. ده أنا بوفر فلوس في بيتي وبتعب عشان كذا. خلي غرضك دايما إنك بتعمل ده عشان عبادة ربنا. يبقى أنت بتتعب في شغلك وربنا بيأجرك عليه، لأنك ما بتعملش ده كعادة، لا ده أنت بتعمل ده كعبادة لله. يا رب أنا بعمل ده عشان أوصل لغاية أكبر. خلي غايتك اللي ربنا قالها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هو ده اللي أنت عايزه، وهو ده اللي ربنا عايزه منك. فخليك في طاعة ربنا، واعلم أن ربنا سبحانه وتعالى أقام عليك الحجة لما قال في الحديث القدسي: يا ابن آدم خلقت الأشياء كلها من أجلك. ده أنا خلقت الأموال عشانك، العقارات عشانك، الأراضي عشانك، وخلقتك من أجلي، فلا تنشغل بما هو من أجلك عما هو من أجلي. انت ايه؟ انت مشغول بالحاجة اللي ليك وناس اللي لربنا. ليه يا حبيبي وحبيب رسول الله؟ ليه غفلنا قوي 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 عن الموت؟ ليه بقينا في امان ان احنا خلاص مش هنموت او ان احنا هنخلد؟ ليه بقى الموت ما بيهزش مشاعرنا؟ ليه بقينا بنوصل اي متوفي الى مثواه الاخير او مأواه الاخير وكأننا ننقل اساسا حبيبي وحبيب رسول الله؟ لا، انت مش رايح توديه كده، انت رايح توديه عشان تعتبر، ورايح توديه عشان تتعظ، ورايح توديه عشان يصحي جواك التوبة، يكسر جواك الكبر. الكرسي المريح اللي انت ما بتقعدش الا عليه، لا ده انت هتروح تنام في التراب حبيبي وحبيب رسول الله. وشايف اخوك اللي كان يعلوك بدورين بثلاثة خلاص بقى مقاله في التراب. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى حبيبي وحبيب رسول الله. الإنسان اللي بيتكبر النهاردة ويوم ما تعمل له حاجة هو مش عارف أنا مين، هو مش عارف أنا ابن مين. عايز تعرف أنت مين؟ تعالى حبيبي وحبيب رسول الله نرجع لسيدنا علي. سيدنا علي لما وضع أمامه هذا المعرض في الغرور ذات مرة من أحد الأشخاص قال له: ومن أنت؟ يا اللي بتقول أنت مش عارف أنا مين ومش عارف، من أنت؟ أولك نطفة نجسة، أولك نطفة
وآخرك جيفة نتنة. النهارده أخونا اللي متعطر والمتزين والله جميل يحب الجمال، لما يتوفاه الله روح بعد أسبوع حبيبي وحبيب رسول الله لو تمكنت إن أنت تشم الرائحة لترى كيف تكون رائحتك. فأنت بدايتك إيه ونهايتك إيه؟ قسما بالله لولا تكريم الله لنا وقوله لقد كرمنا بني آدم ما كان لنا في التكريم من شيء. ربنا اللي كرمك، فاللي كرمك ده اوعى حبيبي وحبيب رسول الله ياخدك الامل. لا، ربنا هيعفو، عفو وغفور، بس شريطة حبيبي وحبيب رسول الله ان تقدم ما يشفع لك لذلك. وانت لو عندك عدد من الابناء ليه بتحب سين ومش هقول بتكره صاد، ليه بتحب السين اكتر من صاد؟ لان السين مقدم لي التأجيل، مقدم لي التكبير، مقدم لي الطاعة، مقدم لي الانصياع لأمري. فخلاص لما بيطلب بديله، لما بيعوز حاجة بيلاقيني في ظهره، لما بيحصل له مشكلة بيلاقيني معاه. عشان كده حبيبي وحبيب رسول الله عايز رحمة ربنا متاحة للكل، بس قدم اللي يشفع لك عند ربنا. عايز مغفرة ربنا قدم للي يشفع لك عند مغفرة ربنا سبحانه وتعالى. حبيبي وحبيب رسول الله ما أحوجنا أن ندرس فقه الجنائز، وبإذنك أنت يا رب زي ما قلنا في بداية الخطبة هنتناوله في الخطب القادمة والجمعة القادمة إن قدر الله لنا البقاء. فرجاء اللي موجود معانا النهاردة يكمل معانا، عشان ده نوع من أنواع الفقه المهم جدا إن أنا وأنت نعرفه. نعرف يعني إيه أغسل ميت، نعرف يعني ايه لما اقعد عند محتضر اقول له ايه او اعمل ايه، نعرف يعني قد ايه انا لما هقدم ده كما تدان. انا النهارده قدمت ده للمحتضر، قدمت ده لاخ يشارف على الوفاه، قدمت ده لواحد حي ولكن مش معروف تاريخ وفاته امتى، ما كلنا ما نعرفش. احنا اول ما هنتكلم في فقه الجنائز ده هنتكلم في المريض مرض الموت، وبيشترك فيه مع الصحيح أمثالنا صفات حبيبي وحبيب رسول الله. لأن كلنا هو حد فينا يفتكر إن هو صحيح عشان صحته كويسة. لا حبيبي وحبيب رسول الله، الصحيح هو من أمد الله في عمره، وأنت ما تعرفش ربنا هيمد في عمرك ولا لا. فنتعامل جميعا معاملة المريض ومرض الموت. كلنا مرضى ومرض الموت، بس ما نعرفش نموت إمتى. فنتعامل كده ونتجه ربنا كده، ونعرف ان احنا ما بين خطوة واخرى قد لا نلتقي. فما يبقاش في غل ولا حقد بيني وبين اخويا، بيني وبين جاري، ما يبقاش في معصية لله، ما يبقاش في غضب على الزوجة، ما يبقاش في نفور من الزوج، ما يبقاش في قطع صلة الرحم، ما يبقاش في عقوق. لانك ما تعرفش حبيبي وحبيب رسول الله ربنا هيمدلك تصلح ده ولا هيكون أجله أسرع حبيبي وحبيب رسول الله. حبتي وحبة رسول الله، لا أملك إلا أن أدعو وأن تؤمنوا. اللهم أحينا في هذه الدنيا على كتاب الله وسنة رسول الله. اللهم أحينا في هذه الدنيا على كتاب الله وسنة رسول الله، وأخرجنا منها على كتاب الله وسنة رسول الله، وابعثنا على كتاب الله وسنة رسول الله. اللهم شفع فينا النبي محمد بأمانة كتاب الله وسنة رسول الله. اللهم شفع فينا النبي محمد لاتباع كتاب الله وسنة رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. اللهم اجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اجعلنا هادين مهديين، اللهم اجعلنا هادين مهديين. ونعوذ بك يا ربنا أن نكون ضالين أو مضلين. اللهم ارزقنا الهداية، اللهم ارزقنا الهداية. اللهم ذكرنا بالموت عند كل ساعة، اللهم ذكرنا بالموت عند كل ساعة. اللهم أحسن أعمالنا وتقبل أعمالنا وارفع أعمالنا وشفع فينا أعمالنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، فإنه لا يغفرها إلا أنت يا رب العالمين. اللهم تب على عاصينا،
اللهم تب على عاصينا ورد غائبنا وارحم ميتنا. اللهم ارحم ميتنا، اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم الحقنا بهم على الإيمان والإسلام يا رب العالمين. اللهم الحقنا بهم على الإيمان والإسلام يا رب العالمين. اللهم عافنا في الدنيا والدين، اللهم عافنا في الدنيا والدين. اللهم ارفع درجاتنا، اللهم ارفع درجاتنا وحط خطيئاتنا وانصرنا على من عادانا. آمين آمين آمين. وقوموا إلى صلاة